وصل على الاستوديو هلا عضو كتله القوات اللبنانيه الاستاذ جوزيف المعلوف. بعد شوي رح ناخذ اسئلتكم على 09 218 233. ممكن تفوتوا معنا على سكايب على توني نصار 3، على تويتر توني نصار RLL، وعلى كل مواقعنا على الفيسبوك. واهلا وسهلا بالجميع. تحديدا ممكن تفوتوا على توني نصار RLL. صباح الخير استاذ جوزيف، جاي من زحله. بعتذر منكم من المستمعين الكرام. لا ولا يهمك، اهلا وسهلا. كيف زحله صباحها؟ كثر خير الله. اليوم الصبح كان طقس رائع مثل العاده. ان شاء الله يكون الطقس العام كله رائع. هذا اللي نتامله، مع العلم انه اكيد في كثير قلق بهالأيام. مش شايفه يعني هالقد. طيب استاذ جوزيف، كنا اكيد انت عم تسمع بالسياره انت وجاي، هل ممكن يتاثر لبنان باي ضربه امريكيه على النظام السوري سياسيا وامنيا واقتصاديا؟ عم بيقولوا بهالكم ساعه اللي جايين ممكن ياخذ اوباما قرار. اكيد القلق موجود بالنسبه لردات الفعل حسب شو الضربات اللي رح تكون، لانه اكيد قد ينتج عنها على الاقل زياده باللاجئين الى لبنان، اللي كلنا بنعرف انه للاسف ما في جهوزيه لاستيعاب اي لاجئين اضافيين. تحديات كبيره مثل ما هي اليوم باداره هذا الموضوع اللي بنعرف انه تفاقم لدرجه ما عندنا قدره كدوله لبنانيه تتحمله من منظار مالي او اجتماعي، او حتى التاثير على الدوره الاقتصاديه بالبلد. بالاضافه لردات فعل قد تكون من بعض الاطراف تجاه اهداف خارجيه او تجاه واقع خارجي، واكيد لبنان قد للاسف يتاثر بطريقه مباشره امنيا. تيخففوا الضغط امنيا؟ ممكن يصير في تفجيرات اضافيه هلا زياده يعني اللي تبين للاسف من المسلسل، اخر مسلسل تفجيرات، ان كان بير العبد ولا بالرويس، او خاصه اللي صار بطرابلس، صار في نوع من تاكيد انه كان في نوايا من قبل النظام السوري اللي تبينت بالتحقيقات مع الشيخ الغريب، انه في كان تدخل مباشر من النظام السوري بالقيام بهذه العمليات التفجيريه. ممكن النظام السوري هلا مثل ما عم تقول انت يوسع قدره عملياته لحتى يرجع يشيل الضوء عن سوريا، خصوصا بهالفتره اللي ممكن يتعرض فيها النظام كمان لاستهداف امريكي دولي. هلا بصراحه لازم نفرق هون بين يتعرض النظام فيها لضربات امريكيه، لانه من نطلع على سلسله الاحداث من وقت بلشت الثوره بسوريا، الكل بيعرف انه ما كان في دعم اللي مطلوب كان للمعارضه السوريه وللجيش الحر بشكل خاص. اليوم لما نقول ضد النظام في علامه استفهام تطرح نفسها هون، لانه لو كان مضبوط في دعم على الاقل كان تم تزويد الجيش الحر ببعض الاسلحه اللي كانت بتساعده للاعمال العسكريه ضد النظام، على الاقل صواريخ ارض جو ضد الطيران. لما نعرف انه سيطره الجو على ما يجري في سوريا اكيد طولت اكثر واكثر الوضع العسكري والصراع العسكري الموجود اليوم بسوريا. اسئلتكم لجوزيف المعلوف ممكن تكون على 09 218 233، سكايب توني نصار 3، تويتر توني نصار RLL، وعلى كل مواقعنا على الفيسبوك، وتحديدا على البيج تبعنا توني نصار RLL. ناخذ اتصال استاذ جوزيف، برجع بكفي بالموضوع السوري قبل ما نفوت على التفاصيل اللبنانيه. الو نقطع الخط. في اتصال ثاني. الو نقطعوا الخطين، نطرناه هون كفايه، ما بيحبوا يصرفوا الناس سيلور معهم حق. اكيد. كمان هلا في اتصال. الو تفضل. اهلين تفضل. علي صوتك بس شوي لا يقدر يسمعك استاذ جوزيف. ذات موضوع النظام السوري، شفنا الامريكان عنه ولا انه حله يعني. حلو. عندك سؤال لاستاذ معلوف؟ بدي اقول له شغله انه حرام. ايه خليني انا اسال استاذ جوزيف. استاذ جوزيف، ليش برايك اعطاء وقت اضافي للاسد من خلال تحديد موعد الضربه؟ يعني الامريكان عاده باي عمليه عسكريه بينفذوا، الامريكان وغير الامريكان طبعا ما بيعطوا هالمهل. هلا عم بيقولوا لهم انه خميس جمعه سبت احد. هلا طبعا ماني خبير عسكري لا اعرف اذا كان في لهيك اشياء، اذا رح تصير هالضربه العسكريه اذا كان في جهوزيه للقيام بها. بنفس الوقت ما بعتقد اليوم الضربه العسكريه رح تصير هي حرب ضد سوريا قد ما هي ضرب لبعض المواقع. نعرف انه تحرك المجتمع الدولي على اثر تفاعل الامور الاسبوع الماضي، وخاصه
عم بيعطوا مهل، يمكن عم بيخططوا لضربة عسكرية. ما بعرف للحقيقة هل قصة المهل والإذن اللي لازم يجي أو الأمر اللي لازم يجي من أوباما بالنسبة للأمريكان، لأنه هو رئيس أعلى القوات المسلحة الأمريكية وعنده السلطة لإعطاء هذا الأمر. ولكن مرة تانية اللي بحب أقوله إنه السؤال بيطرح نفسه إنه التأخير لهلأ بتسليح المعارضة. ما بعرف، في علامة استفهام. هل مضبوط الأمريكيين هن كانوا مع إسقاط النظام؟ لأنه لو كان مع انتصار الثورة كنا بنعرف إنه لفترة طويلة كان في دعم مطلوب من الجيش الحر وما وصل هذا الدعم المطلوب، وكل ما طالت الشغله كان نعرف عم بيتفاقم الوضع اكثر بسوريا، وبكل صراحه عم تزداد اكثر واكثر بعض الجماعات المتطرفه اللي موجوده بسوريا، اللي هي من الطبيعي انه يصير هالشيء من يكون فيها الفتره الطويله من المراوغه بموضوع تسليح الجيش السوري الحر. خلينا ناخذ اتصال استاذ جوزيف. الو، صباح الخير. صباح النور. بدي اسال، هل برايكم واحد مثل الاسد او حزب الله وقت رح يجي عليه هجوم بهالقوه، هل ممكن تكون ردة فعله داخل لبنان أسوأ مما كان يعمل قبل؟ تقدر يبعد النظر عن، يعني تقدر يعمل شيء، يعني زيح الانظار عن اللي عم بيصير على سوريا. اوكي، هذا سؤال كمان سبق ويمكن مرقت لك اياه شوي. يعني اللي بقوله هون انه اكيد ردة فعل على الداخل اللبناني. ما بعرف ليش لحتى الداخل اللبناني بده يكون في عليه ردة فعل. في لحد هلا للاسف تعديات علينا كمجتمع لبناني، في للاسف ضحايا لا يستهان بعددهم من ناس استشهدوا او توفوا او جرحى بالعمليات التفجيريه اللي صارت خلال الشهرين بتموز وبآب. اليوم ما بعتقد انه حزب الله بيوارد انه يتطور الوضع اكثر باتجاه سلبي امنيا بلبنان. ممكن يضبطها يعني في حال يعني ضرب النظام يعني السوري، يضبطها انه بالنتيجه اليوم ما يعمل ردة فعل. الطريقه اللي صار فيها التفاعل والتعاطي بقلب المجتمع اللبناني، بقلب الشارع اللبناني، ان كان بتفجير الرويس او بتفجيرات طرابلس، بينت على وعي عالي جدا من قبل اللبنانيين. ونحن املنا انه هذا الوعي بالعكس توسع دائرته مش تصغر دائرته. وكل ما زاد التشنج والتفاعلات للازمه السوريه مفروض نحن يكون عندنا الوعي والادراك اكثر واكثر لحتى مضبوط نتعاطى مع بعضنا لتفادي اي تفاعلات اضافيه. مع العلم انه القوى الامنيه اليوم عم بتقوم بواجبها وعم بتحاول بكل الوسائل المتاحه لها لحتى توصل لجذور هذه العمليات الارهابيه اللي عم بتصير بالبلد. ومن الواجب اليوم اذا صار هالهجوم على سوريا انه يكون في تعاضد اكثر بموضوع اعمال وقائيه لحتى كلنا نتفادى اي للاسف حوادث امنيه اضافيه قد تحدث في هذا البلد. استاذ جوزيف، السؤال بيطرح نفسه. انتم ك 14 اذار شعاركم سياده وحريه واستقلال، ودائما بتدافعوا عن السياده والحريه والاستقلال وبترفضوا حدا يتدخل بشؤوننا الداخليه من الخارج. في حال استهدف النظام بسوريا، هل رح تدينوا هالاستهداف لانه عم بيعتدوا على سياده بلد؟ هلا اليوم كلنا بنعرف انه اللي عم بيصير بسوريا تخطى موضوع فقط انه نظام وغير نظام. للاسف اللي صار بموضوع الغوطه هو انه صار في استعمال سلاح ممنوع دوليا، سلاح في عليه معاهدات كثيره لمنع استعماله ضد الاعداء، فاذا كيف بالاحرى ضد الشعب بالذات. اليوم النظام السوري اللي تم الوصول له او الاقتناع فيه من قبل هذه الدول التي عم تنوي القيام بالعمل العسكري ضد بعض الاهداف العسكريه بسوريا، وصلت لقناعه انه تم استعماله من قبل النظام. يعني بتهللوا لهم الامريكان بس يضربون؟ مش قصه نحن بنهلل الامريكان، نحن طبعا ضد التعدي على سياده اي دوله، ولكن بنفس الوقت اليوم ماذا تعني كلمه سياده بسوريا؟ بالواقع طبعا بسوريا هل السياده هي ملك النظام اللي بعده لحد اليوم عم بيقتل شعبه، ام السياده هي ملك الشعب اللي عم بيطالب به يكون سيد نفسه وان يعمل بطريقه ديمقراطيه؟ اليوم كلمه السياده لها بعد على صعيد شخصي والى بعد على صعيد وطني. البعد الشخصي بالسياده انه انا اليوم عندي حريه التصرف تحت اي نظام قمعي او اي نظام امني او اي نظام ديكتاتوري. بنعرف انه السياده الفرديه تلغى،
فإذا فكر الموضوع السيادي علينا أن نراه من منظار شعب سيد نفسه يختار من يقوده، وشعب مغلوب على أمره فارغ لأي سيادي. اليوم سيادة الدول من منظار حفاظ على حدودها، ما بعتقد رح يكون في تعدي هون على السيادة ومنظار تغيير الحدود السورية، وأملنا ما يتطور الموضوع لنوصل لأي عملية تقسيمية، لأنه ساعتها مضبوط بيكون في تعدي على السيادة من خلال التعدي على الحدود المعترف فيها دوليا. فإذا بدنا نميز بين اثنين ونوصل لمطرح ونقول بكل قناعة أنه للأسف لما يصير في استعمال هيك أسلحة من المفروض أن يكون في ردع لهذه المواضيع. وبكل صراحة لما يتم استعمال هذه الأسلحة يمكن بيصير في خوف من الغرب أنه قد تصل هذه الأسلحة لاستعمال أوسع، وقد تصل إلى أيادي بتمنى الغرب أنه ما توصل لهم. يعني ما بعرف إذا كان يعني بتحليل الشخصي هون ما بعتقد أنه اللي عم بيقوم في الغرب هو لمصلحة الشعب السوري بطريقة مباشرة، لأنه كان في وعي وإدراك لمصلحة الشعب السوري. يمكن كنا شفنا تصرفات مختلفة بالأشهر والسنتين الماضيين بشكل خاص من بعد ما تطور الموضوع من حركة سلمية بسوريا لمدة 6 أشهر لصراع عسكري واضح على الأرض بين الثوار ومن انفصل عن الجيش النظامي اللي صار الجيش الحر. ما كان ضل هالوقت هذا. فإذا ردة فعلنا عم نشوفه لاستعمال هذا السلاح الكيميائي، ولكن لا يعني أبدا وبعد ما في مؤشرات أنه الأمريكان جايين لحتى يسقطوا نظام الأسد، لا، جايين لحتى حسب ما عم بيقولوا لردع احتمال توسيع دائرة الاستعمال الأسلحة الكيميائية. أنا على وليد المعلم امبارح لا اكيد لا، هلا من زمان بنعرف انه المنطقه طبعا ما رح يقنعك، بس انه الكلام اللي قاله بالنسبه انه سنفاجئهم شو ممكن يستعملوا. لك سمعناه بالماضي هذا الموضوع. للاسف نحن اليوم المشكله اللي عم نعيشها بالعالم العربي وتطور الربيع العربي والثورات العربيه اللي صارت هي بكل وضوح كانت ردة فعل لأنظمة قمعية أمنية ديكتاتورية كانت موجودة، إن كان من نظام صدام حسين للي صار بمصر، للي صار بتونس، للي عم بيصير بسوريا اكثر واكثر، وليبيا اكيد طبعا الطاغية القذافي. فاذا عم نقوله هون بهذا الاطار انه لما نحن نعمل ردة فعل ونستقوي هالاستقواء على شعبنا اللي بيؤدي بالنتيجه لاستكبار واستقواء على الاخر، عم بيدل بالنتيجه انه ما في قدره. هلا اليوم اذا في اراده دوليه لايقاف هذا الصراع، الاراده الدوليه فيها تعملها، ولكن للاسف الاراده الدوليه من بعد اكثر من 3 سنوات من المشاكل بسوريا او 2.5 سنين بالمشاكل بسوريا لحد هلا ما كان في ردة فعل القمعية المطلوبة من المجتمع الدولي لإيقاف نزف الدم بسوريا. وطبعا اليوم إذا أنا موجود بقرني وعم بينقال في هجوم علي أكيد رح أقول لهم إنه بدي خرمش وبدي أعمل ردة فعل إن شاء الله يكون النظام السوري واعي لحتى ما يوصل له، لأنه أكيد ستزيد من الخراب والتدمير، أو في احتمال أنه هالشيء يصير بردات فعل أخرى دولية. والأمل أنه هالاستكبار يخف، لأنه نتيجته رح تكون وخيمة أكثر وأكثر بشكل خاص على الشعب السوري البريء اللي عم بيروح منه ضحايا يوما بعد يوم. خلينا ناخذ اتصال كمان. ألو تفضل. صباح الخير. صباح النور، أهلين. منيح طولت علينا، ماشي الحال. لا تواخذنا. عم بعثنا الفاتورة. تفضل. اللبنانية او بالاحرى الاذاعات هلا وحضرتك ناسيين الانفجار اللي صار بطرابلس، عم بيحكوا بضربة امريكا، وهلا بدي اسال الاستاذ جوزيف شو موقف القوات اللبنانية وشو موقف 14 اذار من بعد ما اكتشاف انه علي مملوك له يد بتفجير طرابلس؟ هل رح يكتفوا بالاستنكار؟ هل رح تكتفوا بالاستنكار قضية طرابلس من بعد ما واللي كان سمير جعجع عنده موقف سبق الموضوع؟ هلا ما بعرف شو قصده انه بس رح تستنكروا ما رح تعملوا شيء؟ انه شو بدنا نعمل؟ نحن قلنا من الاساس نحن بنعتبر انه استعمال او العوده الى استعمال السلاح بالبلد ما بتعملوا مظاهرات، ما بتعملوا شيء، بس رح تستنكروا فقط؟ لا معلش. هلا طبعا المواقف اكيد اساسيه اليوم بالوضع، اكيد الالتزام بالكلمه الحره الصادقه الوطنيه هو شيء اساسي. اكيد في اجتماعات ولقاءات واتصالات بتصير وراء الكواليس للعمل على تفادي اي تفاعل سلبي بهذا الوطن.
ولكن نحن نتمسك بمبدأ الدولي، بفكر الدولي، بالعمل على دعم المؤسسات الوطنية. حتى لو الدولة عاجزة؟ الدولة معلش هي عاجزة الدولة، لأنه هناك من دفع إلى أن تكون عاجزة ببعض الأمور. الدولة منا عاجزة بكل شيء. في تعطيل صار، وما بدي طول كثير لأن بعرف الناس آخرين عم بيتصلوا، ولكن إذا صار في مجال بهالحلقة فينا نرجع شوي. صارت خاصة من ما حدث ابتداء من فترة التمديد للرئيس لحود لحد اليوم، أنه في مسلسل متواصل تعطيلي للبلد لوضع قبضة اليد على البلد وعلى كل المؤسسات الدستورية بهذا البلد. ويمكن من بعض الأسئلة رح تورد بعد شوي، يمكن فينا نفوت فيها أكثر. ناخذ كمان اتصال بعد معنا دقيقة ونص. ألو ألو تفضلي. بونجور أهلا. أهلا توني. بونجور سعادتك مع مدام عبراوس من زحلة. أهلين. هيك تنتخبي لجوزيف المعلوف. شو بدي أعرف. اوكي. لفتني امبارح بنشرة الأخبار شغلة حبيت أطرحها على سعادته، إنه شباب وصبايا من المجتمع المدني كانوا عم بيوزعوا أعلام لبنانية بطرابلس على القوى على البلاكين مسرح الانفجار. فهناك مرة إنه ما قدرت تعلق، ست ما قدرت تعلق العلم اللبناني على بلكونة، بدها علم أبيض. فلهون وصلنا نحن إنه ما نعلق العلم اللبناني على بلاكينا بعد الانفجار وبعد الضرب وبعد الدم، إنه قد إيه بعد لبنان بده يتحمل وقد إيه بعد لبنان بده يشوف شو بعد ناطرنا بعد الضربة السورية. أنا خلي سعادته نحن بزحلة بنكبر فيه هذا عم يرجع شد ايدك لحتى في حال في انتخابات جايه ما تعزف عن الانتخابات. هيدي مش لك. عن قراره كمان بزحله. بدكم تتمسكوا فيه الظاهر انتم. شكرا لاتصالي. اول شيء في وقت روني اكيد بفهم انه ردة الفعل نص دقيقة. ردة الفعل اللي شفناها امبارح من المدام اللي ما حبت تعلم العلم اللبناني على بلكونها، يمكن هي ردة فعل فردية شخصية، ويمكن هي بوضع معين. ما بدنا نعمم هيدي الصورة، لأنه الأكثرية الصح أكيد نتمسك بالعلم اللبناني، وبالعكس ندعو اليوم أكثر وأكثر للعودة إلى الوطن وإلى التمسك بوطنيتنا ومواطنيتنا. جوزيف المعلوف بقى معكم بعد موجز أخبار 9:15 لمزيد من الأسئلة، ورح نفوت بموضوع 1 أيلول. كل مواطن سياسي. كل مواطن سياسي. ننتهي اللقاء مباشرة واتصالاتكم على الهواء على 09-218-233 سكايب توني نصار 3، تويتر توني نصار RLL، وعلى كل مواقعنا على الفيسبوك. معنا عضو كتلة القوات اللبنانية الأستاذ جوزيف المعلوف. أستاذ جوزيف، ماذا بقي من 1 أيلول؟ ماذا بقي من 1 أيلول؟ هذه ذكرى صعب تنحفر أو تنعام من الذاكرة، لأنه ولا ممكن الإنسان ينسى وين كنا منكون لو ما تضحيات شبابنا وشهدائنا والدم اللي سقط تراب لبنان لحتى نقدر نحافظ على كينونة هذا البلد وكيانه. لأنه كنا بنعرف المخططات اللي كانت مضروبة للبنان، وأن يكون وطن بديل لخدمة النظام الصهيوني وإغلاق ملف القضية الفلسطينية. ولكن بعتقد العنفوان والالتزام وحب الوطن والتضحيات اللي قدموها كل الشباب اللي استشهدوا فداء للوطن هي اللي حافظت على بلدنا. وكل ما نرجع نستذكرهم ونرجع نتشبث أكثر وأكثر بضرورة التزامنا بالقضية اللي استشهدوا من أجلها، ونستمر في التعاطي بكل جدية والتزام وجهوزية للتضحيات تجاه المحافظة على كيان هذا الوطن اللي لو ما استشهد هؤلاء الشباب كما كان موجود اليوم بالإطار والواقع اللي موجود فيه اليوم. طبعا عندنا تحديات، والتحديات اللي عم نشوفها هي محاولة سيطرة أكثر وأكثر على هذا البلد من قبل جماعات أو فئات، عوضا عن أن نتعاضد معا كلنا كلبنانيين. نحن نلتزم ونتعهد كل يوم نتذكر شهدائنا، وخاصة
بذكرى الشهداء، بالاستمرار بالعمل على المحافظة على هذا الوطن واسترجاع بنائه ورفع قبضة اليد الموجودة عليه اليوم، لحتى نعمر البلد اللي بنقول لشهدائنا يوما ما انه نحن جهدنا لحتى نكون اوفياء لدمكم، ونرجع نعمر الوطن السليم الصالح الرسالي، السيد الحر المستقل صاحب الكيان الواضح والوجودية اللبنانية بكل معنى الكلمة لكيان لبناني وسيادة لبنانية. قدرنا نضل ندفع دم لحتى نوصل لهالاهداف اللي عم تحكي عنها، يعني شهادة هالشباب اللي راحوا ما راحت هباء؟ لا اكيد لا، لانه هي الشغله اللي من الطول بيعتبر الواحد انه او لما نبعد عن الحدث انه هذا الحدث بتخف وجوده بذاكرتنا. نحن مع المعاناة اللي عم نشوفها اليوم للشعب اللبناني ككل، مع المعاناة اللي عم نشوفها شوي لنعتبر الفراجيليتي اللي هي نوع من الضعف الموجود للأسف اليوم على صعيد المحافظة على النظام، هي بيزيدنا أكثر وأكثر نية وإرادة صلبة لحتى نقول أنه مش حننسى، وأكيد مش رح ننسى أنه من واجبنا أنه نستمر بنضالنا، نستمر بجهادنا تجاه وجهدنا تجاه العمل على استعادة هذا الوطن وبنائه بالطريقة الطبيعية المضبوطة، أي بحسب الدستور اللبناني ومقومات وثيقة الميثاق الوطني الموجودة بيننا. أستاذ جوزيف خلينا ناخذ اتصالات الناس كمان. ألو، راح الخط. ألو، نقطع الخطوط اثنيناتهم. أستاذ جوزيف، هل مفجر الضاحية ومفجر طرابلس ومفجر الصواريخ على بعبدة وعلى الضاحية وعلى بسوس وعلى الجمهور ويمكن مناطق تانية هو فقط مثل ما أنتم عم تتهموا النظام السوري، أم هناك أجهزة مخابرات عم تلعب بالبلد لحتى تولع الدنيا فوقنا تحتاني وهيك عيون مصوبة على الأسد؟ كله وارد، ولكن من الواضح أنه أكثر الأحداث السلبية اللي حصلت هذا البلد، معلش ابتداء من استشهاد الرئيس بشير جميل حتى اليوم، من بعد ما نطلع ونعاين مضبوط اللي عم بيصير بالبلد، كيف تراكمت الأمور، والشأن ما بين نظام الوصاية اللي كان موجود على البلد كان عم بيدمر أكثر وأكثر مقومات هذا البلد. كان في تفاهم عربي أمريكاني سوري. هيدي وحدة من مشاكلنا، إنه بعتقد فينا إذا كنا كلبنانيين عم نمد إيدنا لبعضنا بكل جدية وأن نعود فعلا إلى كنف الوطن، ومن هون نحن على طول عم ننادي ونناشد إخواننا بحزب الله للعودة إلى الوطن والتخلي عن ما يجري في سوريا اليوم. كنا فينا نواجه أكيد هذه اللامبالاة أو غض النظر الدول اللي شفناها خلال وجود الوصاية السورية على لبنان، طبعا لأسباب مناطقية أكبر وأكبر. اليوم نحن على طول بنقول لا حول ولا قوة لنا، مش مضبوط. عبر التاريخ كله بنعرف مطرح ما كان في شعب يؤمن ببلد، شعب مستعد للتعاضد والتماسك لبناء بلد، ما قدر حدا بالتاريخ يقف بوجهه. ابتداء من الثورات اللي صارت بالأوروبية بالقرون الوسطى، وصولا إلى الهند والتعاطي مع الاستعمار الإنجليزي، والكثير من الدول الأفريقية اللي كانت تحت الاستعمار اللي وصلت لاستقلالها هي من خلال تعاضد شعبها وشعوبها. اليوم المطلوب وعي وأدراك أكثر لحتى نقدر نواجه بطريقة جدية أي قرارات أجنبية أو أي لا مبالاة أجنبية أو أي لا قرار أجنبي على صعيد وطننا. وأنا عندي كل الإيمان أنه إذا قدرنا نعملها، ومش عم نحكي شعر هون، عم نحكي واقع التاريخ. الواحد اللي بيدرس فيه ويتعلم من التاريخ في يعرف أنه لا نحكيها كمان بطريقة أخرى. اليوم عبر القرون الماضية 3-4 قرون ماضية، بدك تاخذ اتصال؟ خلينا ناخذ اتصال حتى ما نطول فيها. خليني بحلي هالفكرة. يلا اوكي. الو. ايوه تفضلي. يعني انا اتصل لسعادة النائب. بونجور. بونجورين. معك تامين. اهلين. كيفكم؟ الحمد لله. تفضلي. يا صباح الحلو. تسلمي. انا من شارع صيدا عم بحكيكم. انا ما بعرف، بحب اساله لسعادة النائب، لما نسمع كلمات الشيخ بشير والبرومو للاسف نحن ما لحقني، لما نسمعهم ما بعرف انا كثير برجع بتذكر وبقول انه ما تغير شيء، يعني
هو توفى، هو استشهد من هون ونحن خلقنا. وما كثير يعني من 82 لهلا بعدنا بنسمع زيت اذا بنحطهم الكلمات والجمل بعدنا بزيت الاوضاع تقريبا. ايه هن ذاته ما تغير شيء، يعني فينا نرجع هلا نحط السي كمان نرجع نعيش على هيدي الايام. كمان انا بحب اسال سؤال للاستاذ. بدي اسال انفجار سيدة النجاة، بذاكروا بالانفجارات اللي عم بتصير هلا هن ذاتهم ذات الشخص؟ اكيد انفجار سيد النجاة كلنا بنعرف انه كان في مخطط واضح لوقف صمود الدكتور سمير جعجع واستهداف حزب القوات للوصول الى ما وصلت اليه الامور بتسليم سلاح القوات التزاما بالطائف ووصولا الى اعتقال الدكتور سمير جعجع. أكيد اليوم يمكن الهدف الأكبر هو الاستمرار بوضع قبضة اليد على لبنان، ولكن الأدوات الإجرامية لا تزال تعمل، والإطار اللي عم بيصير فيه اليوم تفجيرات إن كان بالرواس ولا بطرابلس ولا ببير العبد مختلف شوي عن وقتها، لأنه أملنا اليوم أنه نقدر نحافظ على السيادة اللي رجعنا نستردها من 2005 بالذات، ونستمر بالنضال للوصول إلى السيادة الكاملة لهذا الوطن والتخلي عن كل ما تبقى من معلش رح استعمل كلمة ترسبات النظام القمعي والوصاية اللي باقي بعد بقايا منه عنا. تفجيرات ضاحية مثل ما قال سيد حسن هي من أعمال التكفيريين يبدو، صحيح؟ يعني مش من أعمال النظام السوري، لأنه ما معقول النظام يفجر مناطق حليفة له. والله ما بعرف إذا النظام عم بي بالنتيجة يضرب شعبه، ما بعرف لوين بيوصل النظام للوصول إلى مآربه. طبعا هون ما بدنا نستبق أي تحقيقات جدية عم تقوم فيها الأجهزة الأمنية بالبلد ولا أكيد الأجهزة القضائية، ولكن اللي فينا نقوله أكيد أنه أنقلنا بالماضي من قبل النظام السوري ومن خلال اكتشاف خطة سماحة مملوك وغيرها أنه أكيد في نوايا شريرة تجاه هذا البلد من النظام السوري، واللي صار بطرابلس والتحقيق اللي جرى مع الشيخ غريب يؤكد أكثر وأكثر ضلوع النظام السوري باللي عم بيصير. جوزيف، شايف ضغط على القضاء كان يتحكم ميشيل سماحة وبالتالي المملوك، خصوصا لأنه عم بتروح القضية وتتمعمق. أنت كنايب هلا. أنا كنايب أول شيء كنا بنعرف إنه صار في محاولات ولا تزالت مستمرة على أيام الوزير إبراهيم النجار، وهلا كمان على أيام الوزير الرباوي للإسراع والتسريع بالأعمال القضائية والمحاكمات اللي عم بتصير بالبلد والبت بكثير من الأمور العالقة ومن هم موقوفون على ذمة التحقيق بالبلد. نحن أملنا أن يكون في فصل تام بين السلطات، وخاصة السلطة القضائية تكون بمنع عن أي عمل سياسي. نحن أملنا أنه هناك الكثير من القضاة اللي عندهم ضمير حي، في طبعا بعض الأشخاص اللي بنعرف عندهم ممارسات غير سليمة تمت إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم أو عزلهم. خطاب الرئيس لينام بالسيار وقت استجاب اللواء الحسن ما حدا رجع سمره، يعني ما شفنا حدا انكمش، ما شفنا محاكمات، ومع أنه طالب بالإسراع. نعم طالب بالإسراع. هلا في تحقيقات طبعا، في أسئلة على طول عم تطرح نفسها انه في كثير من التحقيقات اللي صارت سابقا او اللي ما نعرف وين صارت وين وصلت، في ناس متهمين ما تم تسليمهم. اليوم اكيد المطلوب انه على طول الطلب والاصرار على الاجهزه الامنيه والقضائيه انه تشتغل بطريقه اوسع، وكان في بعض المعوقات اللي حقيقة كانت عم تنحط بدربهم. واحدة من المعوقات الواضحة اللي صارت أيام التفجيرات كانت عم تطال قيادات ل 14 أذار أو مناطق أخرى بما يسمى بالمناطق اللي فيها نفوذ أكثر ل 14 أذار. كانت من الواضح أنه كان في تباطؤ بالتعاطي مع إعطاء المعلومات المطلوبة، على رأسها طبعا داتا الاتصالات، وكلنا بنعرف قديش كان في تأخير وتأجيل ومماطلة ومراوغة بإعطاء داتا الاتصالات المطلوبة. ومن هون الموضوع بيطرح كثير من التساؤلات عن مدى، معلش يمكن مش لازم واحد يستعمل كلمة تواطؤ، ولكن على الأقل ضلوع الوزارة أو الوزير بشكل خاص بتأجيل بعض وصول وزير العدل؟ لا وزير الاتصالات. خلاص طبعا. طيب خلينا ناخذ اتصال كمان. الو الو صباح الخير. صباح النور.
جون كيروز معك. اهلا جون، سؤالك لاستاذ جوزيف بليز. اول شيء هي مش سؤال، بس هيك بدي اوضح شغله. في شاب من السايق غلفان وقال ايه خليني يروح يموتوا. انا بدي اقول شغله يا استاذ كوني، وتحياتي للاستاذ اللي معك. انا بدي اقول شغله انه نحن كقوات لبنانيه او كمناصرين قوات لبنانيه، بس خلينا يعني ما نفوت بسجلات مع لا بعضنا لا مش سجلات. بس اسمح لي لانه وقت سمير جعفر ما بيقبل نحن نموت كرمال، نحن بنموت كرمال لبنان. هن عم بيقولوا كرمال الله يروحوا يموتوا وما في مشكله. خليني بس اقول لك شغله، بس كنا عم نقول لانه وقت استاذ جوزيف محشور كثير، يعني ما بدنا ناخذ. انا بوجه له تحياتي وبقول له الله معك. اوكي، بس حتى نقدر ناخذ اتصالات ثانيه واسئله ثانيه نستفيد من وجودك معنا. اكيد جون اللي عم نقوله نحن هون اكيد ضد فكره الموت وفلسفه الموت، ضدها. نحن مع الحياه لوطننا، مع الحياه لشعبنا، وهذا اللي بيلزمنا اكثر واكثر بمواجهه اي اعمال سلبيه او ارهابيه او تعديات علينا، المحاولة لنكون بأشياء وقائية، ولدعم أكثر وأكثر المؤسسات المسؤولة عن المحافظة علينا اللي هي القوى الأمنية وقوى الجيش اللبناني. كمان اتصال قبل سؤال من عندي هالمرة. ألو. أيوة، صباح النور. أهلين. صباح الخير. تسلم. سؤال يعني سألته سؤال ثاني لسعادة النائب، قلت له لو التفجيرات اللي صارت بصاحي وطرابلس وبلون وغيرها انه ممكن تكون أجهزة مخابرات غير سورية عم تلعب فينا. قال لك ممكن شيء وارد. لو افترضنا هذا الشيء صح انه وارد، مش النظام عم بيلعب فيها. يعني ما حدا ما بريت النظام انا بكلمتي ابدا. لا ممكن وارد كمان يعني. اكيد. طيب لو افترضنا هذا الشيء اللي قلته وارد صح، يعني أجهزة مخابرات عم تلعب فينا نحن لو بعد سقوط النظام بشار الأسد واستلموا هذه الجماعات اللي موجودين هلا هالحكم، كيف ممكن تتعاملوا معهم؟ كيف إرضائكم عليهم؟ وعم تقول وارد إنه يمكن لبنان مش بدائرة الخطر صرنا. مين بيدافع عن لبنان ساعتها؟ خليه يجاوب. بدي أذكر هون نحن إصرارنا ومحافظتنا على تحالفاتنا ضمن 14 أذار ومد اليد اللي عم نعمله لشركائنا بالوطن كان من المستقلين أو ب8 أذار هو يصب في خانة تغذية الاعتدال. ونحن من هون عم نغلط على طول، مش نحن عم نغلط، عم نقول انه اللي عم بيغلطوا كثير الناس اللي عم بيتهجموا على الاعتدال الموجود بطوائف كثير لبنانيه والتيارات السياسيه، واللي عم بينبت اكثر واكثر التطرف. اليوم شئنا ام ابينا لا تزال الاكثريه الساحقه من هذا الوطن الناس عقلانيين واقعيين موضوعيين، تخلوا عن السلاح، ناس عندهم جهوزيه تامه لحتى يكونوا عم بيتشاركوا باداره وبناء وطن. وكل ما كنا واعيين ومدركين أكثر، المطلوب أن نحد من الهجومات اللي عم تصير على الاعتدال اللي موجود بالبلد، وتبقى الفئات المتطرفة أقلية صغيرة جدا إن كان عندنا بالبلد ولا إن كان بسوريا ولا إن كان بأي مطرح تاني. لمن ما يكون في تعاضد لمواجهة هذه الحركات المتطرفة ساعتها بتنبت وبتنمى أكثر. وعادة بتنمى الحركات المتطرفة لما يكون في أوضاع يما اقتصادية يما أمنية أو حاصل أوضاع غير سليمة ببلد. نحن من هون عم نطلب ونصر أنه يا شركائنا بالوطن فلنعد جميعا إلى كنف الوطن، فلنحاول تأليف حكومة ندعم الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية بتأليف حكومة مضبوط فيها الدير، ما يكون فيها تعطيل من داخلها، لحتى من بعدها ننطلق بحوار إذا كنا مضبوط في نوايا سليمة. ومن هون عم نقول اليوم ما يحدث في سوريا والضرب بسوريا والتفجيرات اللي صارت بالروايس وبطرابلس عم بتحط النوايا على المحك. هل هناك نوايا لبناء الوطن؟ المطلوب إذا مضبوط الكل عنده نوايا، وهون بوجه الحديث كمان لحزب الله ببناء هذا الوطن، فلنعد إلى كنف الوطن، فلنعمل معا لتأليف حكومة وندعم دولة الرئيس المكلف فخامة الرئيس، ومن ثم ننطلق إلى حوار جدي لاستعادة هذا الوطن لأبنائه مش للخارجيين. هل بعده حزب الله قادر يخرج من سوريا كما دخل؟ وإذا ظهر بتألفوا معه حكومة، خصوصا أنه هو مصر على أنه يفوت بحكومة وحدة وطنية أو أي نوع من الحكومة بس يكون موجود فيها، في حال ظهر ممكن تقولوا له تفضل على الطاولة الحكومية؟ أكيد المطلوب أنه يظهر، وهذا عم نطلبه. يعني معلش شئنا أم أبينا الألم اللي صار بتفجير كان بير العبد أو روايس أو بطرابلس، التفجيرات المؤلمة
اللي راح ضحاياها مواطنين أبرياء لبنانيين. ما بدنا كمان انه نقول انه من وراء هيدي لازم نحن كمان كقوى 14 اذار نقول يلا معلش فلنوافق مثل ما صرنا نوافق من 2005 لليوم على كل طلبات حزب الله اللي كل يوم بيوصل لمطرح ان كان من بعد انتخابات 2005 او تأليف او حرب تموز او تعطيل حكومة الرئيس سنيورة من بعدها وتعطيل المجلس النيابي. هودي كلهم وقائع ما فينا ننساهم. او اللي صار بال 2008 ان كان بقانون الثاني 23 25 قانون الثاني، او اللي صار بايار 2008، واللي صار ببعده الانتخابات النيابيه 2009 والاصرار بمبادره السين سين ما سمي بالسين سين. نرجع نعطي مجال اكثر واكثر يرجع يوصل الحزب لداخل الحكومه وعطلها ساعه البدو، كان بانسحاب المكون الشيعي بال 2007 ولا باستقاله الوزراء ال 11 مع وزير الملك بال 2011. هذا كله التعطيل اللي عم بيصير طبيعي انه لحتى هلا بحط علامه استفهام عن النوايا. هل هناك نوايا سليمه للعوده الى كنف الوطن وان نعمل معا نكون بشراكه بمنأى عن اي محاور خارجيه؟ هذا اليوم النداء اللي عم نوجهه لحزب الله. واذا بده يكون في مشاركه باي حكومه بعد لحد اليوم ما في خطوات تتلاقى مع تطلعاتنا ونداءاتنا ومناشداتنا بكل صدق وبكل محبه وبكل جديه لشراكه بهذا الوطن. حزب الله لم يتجاوب حتى اليوم مع اي شيء طلب منه. اذا تجاوب بترجعوه على الطاوله الحكوميه بتقعدوا معه؟ تمني، هذا طموحنا، هذا حلمنا. تمني بتقعدوا معه على الطاوله الحكوميه، ولكن مش نحن نحط شروط، عم نقول اقل الايمان انه اليوم انتم ايها الشركاء في الوطن عم تاخذوا قرارات تتخطى الدولة اللبنانية والشعب اللبناني وإرادة الوطنية وإرادة الشعبية وطموحات الشعب اللبناني، وما فيكم تضلوا عم تاخذوا القرارات وانتم هيدي عم تحطوا انتم شروط، عم تخلقوا امر واقع معين. هذا الامر الواقع عم تخلقوا علينا. نحن اللي عم نقول لكم اياه يا جماعه بدلونا بالمثل وعم نمد الايد. مدوا ايدكم، شان يمدوا الايد على القليل يعطونا شيء كم اشاره ايجابيه انه مضبوط بدكم ايانا شركائكم بالوطن، بدكم هذا الوطن لحتى نرجع نقلع سوا باتجاه استعاده هذا الوطن. لحد اليوم لم يعطينا حزب الله من 2005 لحد اليوم اي اشارات ايجابيه انه هو مستعد يمد ايده معنا لبناء الوطن. في وقائع ما في حدا ينكرها، ما في حزب الله ينكرها. اكثر التعطيلات اللي صارت من 2005 لليوم سببها الاساسي حزب الله، ويمكن المخطط اللي موجود في حزب الله او اللي واقع في حزب الله، ما بعرف. خلينا ناخذ اتصالات الناس. الو، نضطر نهلك شيء نقطع الخطين 09 218. عم نطول بالاجوبه فاذا لازم اقصر اجوبتي. لا بس مفيده. اتصال. الو بونجور. مختصر مفيد السؤال اذا بتريد بدون عبد تاريخي. جوزيف محلوف اللي هو نائب عن قضاء زحله بسرعه بس السؤال. بسأله التالي: اليوم صار لهم 5 اشهر خاطفين منطقه حلب سوريا، المطران بولس يازجي، مطران حلب للروم الارثوذكس. صديق بدون ما تشرح كثير، بعرفك بتشرح ومطلع، بس اعطيني السؤال فرد مره. معلومات عن هالموضوع. شو عندكم معلومات عن خطف المطران؟ للاسف المعلومات لا تزال في تعتيم كامل عن هذه القصه. صار في اتهامات كثيره، صار في تساؤلات حتى من قبل مسؤولين بالطائفه عنا وعلى راسهم غبطه البطريرك، انه اذا صار هذا الموضوع مطرح ما صار، واذا انعرف انه كان في مجموعه مثل ما اتهم بالاساس استونيه اللي هي خطفتهم، كان من الطبيعي جدا بوجود نظام امني استخباراتي موجود بسوريا ان يكون هناك بعض الخيوط، على الاقل ان ترشح بعض هذه الخيوط عن النظام، على الاقل بعض المعلومات. للاسف تعتيم كامل، ما في عندنا ولا خبر. كنا طلعنا مع غبطه البطريرك على البلمند وقمنا بصلوات بهذا الاتجاه واضاءه شموع بهذا الاتجاه. للاسف عم بقول هالشيء لانه بالوقت الحاضر مع التمنيات اللي عم بيوجهها غبطه البطريرك وبعد السلطات الروحيه من الطوائف الاخرى ان كان اسلاميه ولا مسيحيه دعوات لاطلاقهم او المعرفه عنهم، لحد اليوم ما في شيء. فاذا نحن حتى البطريرك اليازجي مش عارف. لا ابدا ما في ولا شيء ولا اي خيط بيأشر لمكان وجودهم، او للاسف كانوا طيبين او تم قتلهم. شيء مؤسف، ولكن هذا الواقع المرير اللي عايشين فيه اليوم بهذا خلينا نرجع شوي لموضوع الحكومه ولا باخذ اتصال روني؟ اتصال. الو تفضل. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. تفضل سؤالك. أنا بدي أسأله سؤال لسعادة النائب جوزيف معلوف. أنا من الدهاء، بس بدي أسأله كلمة عرقني كلمة تكفيري
هو مصطلح لبناني لانه بيحطوا ضبع ووطواط وشبح وما بعرف شو بسموا السيارات هيك. كلمة تكفيري بس انا بدي اساله لساعات الناس شو معناتها، لانه ما نحن هذا مثل بيقول اذا سيارة تكفيرية اذا موتوسيكل تكفيري ما عم نفهم نحن مش بيعرفوا يعني شو صفة التكفيري. نعم انا بس حدا يفسر لي التكفيري شو هي. هاي مصطلح مثل ما بيقولوا اللبنانية يعني بس بقول لك كفرتني بهالجواب، يعني كفرتني. انا لأقول لك مثل ما بفهمها. اول شيء موضوع العرقنه هذا بعتقد تشبيه منه واقع للبنان. للاسف كلمه عرقنه تستعمل لحتى تدل على ما يجري في العراق وما جرى في العراق من بعض الحروب اللي صارت، تفجيرات والحروب نتيجه العرقنه انه يتحول الموضوع الى ما يسمى بالفوضى العارمه او الانارشيه باللغه الاجنبيه. وموضوع التكفير انه كل واحد بكفرك بيكون عم بكفرك يقول لك انت كافر، معناتها تكفيري، هيك بفهمها للكلمه. وبنعرف انه النعوت هيدي بتنعطى لاي شخص بيعتبر انه بس هو وايمانه ايمانه السليم، وكل الديانات السماويه الاخرى او المذاهب الاخرى او التفكير الاخر بمنحى الايمان او عدم ايمان هو كافر لا يؤمن بالله. وهيدي اللي بفهم هيدا الموضوع. استاذ جوزيف، بين حكومه الثلاث ثمانينات اللي عم بيطرحها الرئيس سلام وانتم عم بتشددوا على الحكومه الحياديه، وين بتوقفوا ك 14 اذار؟ بكل وضوح كان في مبادره من قبل قوى 14 اذار، ورجعت هاي المبادره تاكد اكثر واكثر على صعيد موقف تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري بكلمته خلال الافطار اللي عمله تيار المستقبل، اللي هو واسع على مساحه الوطن اللي عمله الرئيس سعد الحريري خلال عيد خلال شهر رمضان. نحن كل شيء عم نقوله فيها التجاذبات السياسيه كلها اللي موجوده بيننا وبينكم ك8 اذار و14 اذار الاستيقافات الرئيسيه الموجوده بالبلد. يا جماعه هيدي الاختلافات بوجهات النظر او عدم التلاقي حول عدد من النقاط مش ضروري ناخذ نفوتوا على قلب مجلس الوزراء. نحن فينا نقول في كفاءات، عندنا ثقة انه في بهذا الشعب اللبناني ناس من خارج هذه الاستيقافات اللي عندها القدرة بتوجيه وإدارة دولة الرئيس المكلف اللي ان شاء الله بيصير رئيس أصيل للحكومة العتيدة، ودعم فخامة رئيس الجمهورية بحسب الدستور اللبناني بإدارة السلطة التنفيذية. وفلنقف نحن جميعا قوى سياسية داعمين نقيم الحواجز والعوائق من قدام هكذا حكومة، ونبادر إلى التعاطي مع النقاط الخلافية الأساسية الموجودة بيناتنا على طاولة حوار جدية. هذا كل شيء قال، يعني ما بعرف إذا في شيء أقرب للمنطق من هذا الطرح اللي عم نطرحه بقوى 14 أذار أو كقوات لبنانية أو كتيار مستقبل أو كتائب أو مستقلين منضوين تحت. طيب في حال الرئيس سلام أصر على الثلاث ثمانينات وقال لكم شيلوا لها الحيادية على جنب لأنه طرحه الأساسي كان ثلاث ثمانينات وهو بيكون الثلث الضامن. معلش اليوم بالرغم من اللي عم بيصير مش نيجي نقول انه للاسف الاحداث الاليمه اللي صارت، التفجيرات الاليمه اللي صارت، نيجي ونقول هيك بما انه صارت التفجيرات الاليمه صرنا نيجي نقول لا حلال صار حزب الله يفوت على الحكومه لانه صارت التفجيرات الاليمه. لا، ما قالوا عليه الموضوع التفجيرات الاليمه والمؤلمه والبشعه والارهابيه اللي قضت على ابرياء لبنانيين، انه نيجي نقول انه لا بدون ما ياخذ اي مبادره حزب الله هيك لحتى نرجع نعمل بده يا حزب الله. معلش بكل صراحه بهذا الاطار، ونرجع نيجي نقول انه وهذا هون عم بعطي رايي مش عم بعطي موقف ل 14 اذار او اللبنانيه، رايي انا كجوزيف معلوف عم بقول بكل بساطه ان نعود لثلاث ثمانينات وسقط ثلاث ثمانينات ونقول بعدين اللي بيرضى بيرضى والما بيرضى ما بيرضى. لا، ما بعتقد. اليوم الواقع بيقول انه من الافضل انه تجي اليوم رئاسة الجمهورية مع رئيس مع الحكومة والرئيس المكلف يقولوا يا جماعة نحن اللي عم نقول لكم اياه انه مستعدين ناخذ هذه الخطوة الجريئة، وفلنبادر كلنا سوا نقول ندعم حكومة لا تضم الاصطفافات. ما بعرف كلمة حكومة جامعة ماذا تعني. حكومة جامعة عظيم، بس أنا فيني أفهم كلمة جامعة وحلوة كثير الكلمة إنه كلنا مجتمعين حواليها كمان تجمعنا جميعا، مش معناتها نحن ضروري ممثلين فيها. أنا برأيي انتقاء ذكي جدا للكلمة من فخامة رئيس الجمهورية، بس كلمة فضفاضة يعني وممكن أنا عم ترجمها مثل ما بشوف. هو المطلوب اليوم على ساحة الوطن، المطلوب أن تكون جامعة تجمع جميع اللبنانيين حولها، ومش بالضرورة
ضروري يكونوا الكل ممثلين فيها، لانه نحن بمجرد ما انه في اذا ما عندنا ثقه باللبنانيين انه بس بيسووا اذا كانوا تابعين لحزب الله ولا تابعين للقوات اللبنانيه ولا تابعين للعونيين ولا تابعين لتيار مستقبل، ما فينا نوصل لمطرح ونقول انه هو كلهم ما بيسووا، لازم نكون تابعين لنا ونحن حاطين قبضه اليد على وزارات سوري، وصار عندنا اختصاصات ملكيه دائمه وصق ملكيه بوزارات. لا عيب، مش هيدي اداره بلد. ليش للاسف كلنا بنعرف حتى من هم ضمن دائره 8 اذار، لا حتى من هم ضمن دائره 8 اذار بيقولوا لك انه للاسف حكومه فاشله بامتياز، وكلنا بنعرف الفشل، وكلنا بنعرف التجاوزات اللي بعدها عم تقوم فيها، كلنا بنعرف التوظيفات في احدى الوزارات، معلش بوزاره الزراعه، ليش لحتى انه في وغير وزارات في كثير من التوظيفات اللي التعاقد اللي منع بتصب بخانه الاداره السليمه للسلطه التنفيذيه بالبلد. كلنا بنعرف تجاوزات اللي صارت بوزاره الطاقه، كلنا بنعرف تجاوزات اللي عم تصير بوزاره الاتصالات، كلنا بنعرف عدد من التجاوزات بالوزارات الاخرى، وزاره الثقافه وغيره وغيره وغيره. بس عم نقول يا جماعه بلا ما نرجع نطلع لورا ونبكي على الاطلال، بدنا نطلع لقدام. نحن بحاجه مضبوط لحكومه جامعه، بس مفهومي انا لحكومه جامعه تجمع جميع اللبنانيين حولها وباستطاعتها اداره البلد بطريقه تتطلب الوضع الراهن، ان كان على صعيد امني او اقتصادي. معلش اليوم معنا دقيقه ولا في اتصال؟ لا في اتصال. الو، نرجع للموضوع الاقتصادي. الاقتصاد رح نفوت فيه. الو صباح الخير. صباح النور، اهلين. معك الياس رحمي. اهلا فيك يا الياس، تفضل. نحب نحيي سعاده النايب. السؤال هو سنه 89 طرح الدكتور جعجع مشروع الكونفدراليه، فبحب اعرف وين صار هالمشروع وشو راي سعادته بهالهيك مشروع. اوكي. كلنا بنعرف انه الموقف في هذا الاتجاه واضح. الموقف نحن بدنا لبنان كيان واحد. كلنا بنعرف انه الخيار هو للمحافظه على سيادة هذا الوطن وحريته واستقلاله ضمن كيانه الحالي المعترف فيه دوليا. بالعكس، ونحن عم نطالب كنا من وقت طلع الحكيم من المعتقل ومن قبله الى ترسيم الحدود نهائيا بيننا وبين سوريا. ومن هون كان اصرارنا ومطالبتنا بسنين ماضيه على وجود علاقات دبلوماسيه واضحه بيننا وبين سوريا، مع العلم انه كانت واضحه على الاخر، مش عم تشتغل بالطريقه اللي كنا بنتمناها، ولكن على الاقل صار في اعتراف واضح من النظام السوري بوقتها بالسياده اللبنانيه. والسياده اللبنانيه هي على 10452 كيلومتر مربع اللي راح كثير من شهدائنا كرمالها، وخاصه هلا لما نحكي ذكراهم علينا ان نتمسك اكثر واكثر بال 10452 والمحافظه على هذا. بالطائف في اللامركزيه الاداريه. نعم. كيف عم تطبق؟ اول شيء يمكن هذه شغله مفيده للمناطق. اكيد اللامركزيه الاداريه كلنا بنعرف انه عم نشتغل عليها. كان قدم دراسه مفصله مع بعض التساؤلات والاجوبه اللي كانت مطروحه حول اداره اللامركزيه من قبل الوزير زياد بارود. لا يزال عفوا فخامه الرئيس عم بيتابع هذا الموضوع مع الوزير بارود اللي بعده عم بيتابع هذه القصه. المطلوب باللامركزيه الاداريه هو عده امور. اولا في ثقافه معينه علينا ان نبنيها ونمهد لها ويخلق تدريب وتاهيل على صعيد الادارات المحليه لنوصل للمركزيه، وهون اقصد بها السلطه البلديه بشكل خاص، بالاضافه لوجود نوع من المجموعه تضبط ايقاع اللامركزيه الاداريه. ومن هون في فكره الامبودزمان او ما يسمى بوكيل الجمهوريه اللي يعين ويكون علاقته مباشره مع فخامه رئيس الجمهوريه لمراقبه عمل السلطات اللامركزيه. وعملنا انه هالشيء بعده ماشي، للاسف منه ماشي على نار حاميه لازم يكون، ولكن في جهوزيه اكيد مطلوبه على صعيد اداره محليه. قبل ما نقدر نوصل نقول لهم تفضلوا استلموا، بنقول له للواحد تفضل استلم اداره، بدنا نتاكد على الاقل لما نعمل لامركزيه انه في لامركزيه للمعرفه، في لامركزيه للمسؤوليه، في لامركزيه للسلطه، وفي لامركزيه للمساءله. هودي 4 مقومات باللامركزيه اساسيات لحتى نقدر نوصل مضبوط ونقول صار عندنا القدره لحتى نعمل لامركزيه. بس بدي اسالك عن الفصل بين السلطه البلديه اللي عم تحكي عنها وسلطه الامن الذاتي اللي وصلنا لها. خليني اخذ اتصال. الو صباح الخير. صباح النور، سؤالك للاستاذ جوزيف تيل. الاستاذ جوزيف بول عريس، رئيس نائب المطاعم. اهلا. عندنا طلبين اذا بتسمح. نعم. نهار الاربعاء الجاي الفعاليات الاقتصاديه داعيه لاضراب عام. نعم.
بدنا نطلب من الحزب وبنطلب من حضرتك كممثل الشعب، تطلبوا من كل المحزبين ومن كل الشعب انه يتماشى معنا. حضرة النائب، الاقتصاد والسياحة مخطوفين، ما بنعرف وين هن، ما عدنا نعرف وين هن، عم فتش عليهم بالمستشفيات بالكوما، ما عدنا نعرف وين هن يا حضرة النائب. نعم. الحكي اللي عم تحكوه الحكي السياسي كثير مهم، ولكن هيدا ما عم بخلي الشباب ما يهاجروا، ما عم بخلي الشعب يستمر بهالبلد. اليوم في حدا بعد ما بفكر يروح ياخذ فيزا ويترك غير الشباب. مظبوط. هيدي صرخة نجدة للاقتصاد وللسياحة وللسياحيين. كنا رح نفوت هلا بالموضوع الاقتصادي مع السيد جوزيف. بتمنى يعني بتأمل انه تبلشوا من هلا في هيدي تفكروا انتم نواب بحلي لقبل ما تتألف الحكومة، وان شاء الله تتألف عن قريب، وما شايفينك كيف رح تتألف يعني، لانه في قلة وعي كامل عند المسؤولين، قلة وعي كامل. معه حق. خلينا انتم ممثلين الشعب اتكلنا عليكم. اوكي وشكرا. خلينا نفوت بالموضوع الاقتصادي. خلينا بس جاوب. وانا بنبشوا عليه. اللي عم بيقولوا بول اكيد شيء مؤلم جدا، ونحن معلش ما جزء من المواطنين، ونحن عندنا معاناتنا الاقتصاديه مثل غيرنا، واكيد بنعرف انه بوجود اليوم عدم الاستقرار القائم اللي يأثر سلبا، وخاصة للأسف هيدي من التأثيرات السلبية اللي شفناها من بعد ما تطورت الأزمة السورية وازدادت تفاعلاتها، وبكل صراحة من بعد دخول حزب الله بطريقة مباشرة إلى سوريا. أنا بحكي عني بعائلتي، في عندي أختين برا وعيالهم وقرايب كلهم لغوا مجيئهم إلى لبنان، وهذا أكيد اليوم نحن الاقتصاد السياحي من المرتكزات الأساسية أكيد هودي المكونات. بول صرختك مسموعة ونحن جزء من هذا العالم. هلا أنا اللي بتمناه أوقات عم نعمم كثير على موضوع السياسي وغيره، وما يكون فيها التعميم، لأنه بكل صراحة عم بينشغل بأي طريقة لحتى نقدر نساعد ونساهم بالوصول إلى الاستقرار، ولكن شئنا أم أبينا اللي ربطوه حضرتكم كهيئات اقتصادية بالإضراب تبع 4 الشهر، في حال ما كان في حكومة لحد 4 أيلول رح يكون في إضراب عام. هذه الخطوة واضحة جدا، وهذه الخطوة بعتقد ضروري تكون صرخة توعينا ضميرنا أكثر. أملنا أن يكون في الخطوة الشجاعة الجريئة من قبل الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية لإطلاق حكومة عتيدة لتستلم. بنفس الوقت ما فينا ننسى التأثيرات السلبية كمان الاقتصادية اللي موجودة على صعيد أولا التعاطي مع اللاجئين السوريين بالبلد والواقع اللي عم نعيشه اليوم. وزارة الصحة ما عاد فيها تحمل الطبابة للاجئين. كنا موعودين من عدد من الدول العربية بدعم مباشر للتعاطي مع موضوع اللاجئين، بالإضافة لعدم وجود مداخيل ودورة اقتصادية سليمة خاصة السياحية من خلال فصل الصيف، في مصروف إضافي ضخم على الدولة اللبنانية بواقع اللاجئين الموجود على أرض الله. أملنا للأسف كل شيء بقوله اليوم أنه أسرع طريق للوصول إلى استعادة هذا الاستقرار وإعادة بناء الثقة على صعيد شخصي بوطننا وبالبلد أن نأخذ المجازفة بتأليف حكومة. معلش غيرنا عم بيجازف بالوطن، غيرنا عم بيجازف بكب الوطن بحروب الآخرين. نحن اللي عم نقوله بسوى أن نأخذ الخطوة الشجاعة ونجازف بإيجاد حكومة تجمع الكل حولها، ولكن مش بالضرورة تضم اصطفافات سياسية تأخذ الخلافات إلى داخل العمل التنفيذي بهذا البلد. سيد جوزيف كمان اتصال، بس رح أسألك بعد شوي عن السلطتين، سلطة الأمن الذاتي والسلطة البلدية. نعم. ألو تفضل. صباح الخير. صباح النور. أنا بيهمني بس أوضح شغلة. أنا أستاذ إلياس رحمي إنه الدكتور جعجع سنة 89 طلب بموت فيدرالية. مش صحيح. هيدا الحال موضوع طرح بالجبهة اللبنانية 77. معك حق. والدكتور جعجع ما له دخل بهالموضوع. سنة 89 كان عم يناضل في تنفيذ وتحقيق الدفاع الطائف اللي بيجمع كل لبنان. الدكتور جعجع مؤمن من 85 وجاي بلبنان أولا، وكان كثير مشكلة. اوكي، شكرا على التوضيح، ومعك حق انا كان لازم اقولها مع انه بعرف هالواقعه وما وضحتها. شكرا. قطع الخط. بناخذ كمان غير مخابره 09 218 233. خلينا ننتقل لقسم الاخبار السيد جوزيف بعدين نرجع نكفي. جون.
الو توني، قطعت القوى الامنيه الطريق بالقرب من السوق التجاري لمدينه صيدا بعد الاشتباه بسياره من نوع رابيد في حي الاسكندراني، وفي تداعيات احتمال شن ضربه عسكريه على سوريا. افيد منذ بعض الوقت بان الجيش الاسرائيلي رفع درجه التاهب في مختلف قطاعاته وخصوصا سلاح الجو، وفتح جميع الملاجئ بالمدن والمستوطنات شمال اسرائيل خشيه الهجوم على هذه المدن كرد فعل سوري على الهجوم عليها. هذا كل شيء. شكرا جان. استاذ جوزيف، بين السلطه البلديه اللي كنا عم نحكي عنها الموجوده باللامركزيه الاداريه حسب الطائف، نعم. وسلطه الامن الذاتي اللي تطبق هلا بالمناطق، سمعنا عن فجره ممكن تكون بصيدا لا سمح الله، ان شاء الله لا. ان شاء الله لا. ساعتها كل منطقه بتعمل امن ذاتي لحالها. هلا بدنا نفصل بين زي مثل ما تفضلت وقلت بين الامن الذاتي والسلطه الامن البلدي. الامن البلدي البلديه. اليوم اكيد في بعض البلديات اللي عندها شرطه مثل شرطه بيروت، وبعض البلدات الاكبر الكبرى عندها شرطه، عندها التدريب والتاهيل اللازم. نحن الامل انه من الطبيعي انه يكون اوقات السلطه البلديه وخاصه باطارنا المركزيه عندها نوع من حفظ الامن المحلي، ولكن الشرط الاساسي انه تكون هذه القوى الشرطه البلديه الموجوده. بعتذر على الكلمه، في بعض المناطق التوظيف فيها توظيف انتخابي بامتياز، توظيف ما له علاقه مضبوط بالامن المحلي، وان تكون مدربه ومؤهله للقيام بهذا الموضوع، وتساهم بالحد من الامن الذاتي، لانه نحن كلنا بفلسفه الامن الذاتي، بفكر الامن الذاتي اللي تجرب وكلنا بنعرف انه لا يصلح لبناء دول متعاضده، دول سليمه عندها القدره على الاستمرار والعيش ومواجهه المستقبل ومتطلبات الشعب وشبابه. ناخذ كمان اتصال. الو. الو. ايوه تفضل. صباح الخير. صباح النور، تفضل. صباح النور. سعادة النايب. صباح النور، خلي لي اياك. وان كربيج صديقنا، كيفك؟ اهلين. عندي سؤالين سعادة النايب. نعم. اول سؤال، 14 اذار رح تضل تاخذ هذا الموقف بالنسبه للحكومه من عدم مشاركه مع حزب الله؟ وثاني سؤال بخص منطقه زحله والبقر، يعني وخاصه الامور الانمائيه. يعني عندنا طريقين بقضاء زحله، طريق ترشيد زحله وطريق زحله ريات، يعني اللي بيمشي بهاي الطرقات بتعرف انت، ولكن شو العمل لحتى هالطرقات هاي المشاريع الانمائيه يمشي حالها؟ نعم. كل المناطق بقى الشمالي بنلاقي في مشاريع انمائيه، بقى الغربي كذلك. المناطق الزحليه انا معدومه. نعم. معدومه كليا. على نويبه. لا رح اكيد. لا ما نكمل حق لانه انا رح لا ماشي بقى، ولا يهمك استاذ عفوا. خليني كفي بس. نعم. بعد عندي من السؤال. نعم. يعني حتى بلديه زحله للاسف يعني سنتين ما شفنا اي مشروع انمائي داخل بلديه زحله، رح نتراحم على المجلس البلد القديم كان عامل مشاريع كثيره، فهو انه في سقوط، يعني نحن عم نشعر في سقوط من النواب ما عم يحركوا، لانه راي العام بكره بدي اقول انه هن رضيانين عن الوضع. اوكي. خلي الاستاذ جوزيف يجاوب. ولا يهمك. ثلاث نقاط. اول نقطه عدم المشاركه بالحكومه، نحن مش عم نقول مش ما بدنا، نحن كنا نتمنى نشارك بالحكومه، ولكن بما انه وجودنا بالحكومه ووجود الاطراف الاخرى قد تسبب نقل بعض الاختلافات إلى داخل الحكومة. اليوم بحاجة لفريق عمل متجانس يعمل بطريقة مؤسساتية داخل الحكومة، ومن هون إصرارنا يا جماعة بأسرع وقت ممكن سلموا البلد لناس خارج الاصطفافات ليقدروا يركزوا على عملهم بالسلطة التنفيذية والإجرائية لحتى نقدر نوصل على استعادة شوي الوضع أمنيا واقتصاديا والمحافظة على الاستقرار. ونحن إذا نؤمن بوطن بنمد إيدنا وبندعمهم بطريقة لا مطلقة لهؤلاء الوزراء المستقلون، وإن كانوا سياسيين مستقلين أو إن كانوا تكنوقراط. بالنسبة لفشلنا كنواب زحلي، نحن أكيد هذا الموضوع بيطلع. أنا كنت وعدت إنه رح أعمل كتيب بتمديد الانتخابات، الله راد الكتيب بيطلع بأكدكم قبل آخر 2013 بيوضح بالتفصيل كل الإجازات اللي عملت فيها كتلة نواب زحلي.
اللي أكيد تتجاوز إنجازات اللي حصلت بعقود سابقة من قبل السلطة التشريعية اللي كانت موجودة بالبلد. ما شايفين الشباب بزحلة؟ رح نطلعها، بس هلا خليني جاوب على موضوع الطرقات الثاني. هيدي رح نطلعها يعني من الهروب الدولي يعني؟ لا رح نطلعها لأنه في إنجازات كان على صعيد تشريعي، ولا على صعيد خدماتي، ولا على صعيد مساءلة للوزارة، ولا على صعيد أعمال إنمائية. بالفعل الله راد رح ينعمل كتيب صغير ويتوزع بطريقة واسعة جدا لحتى نحط حد لهذا الإعلان. على صعيد بطريق خاص موضوع طريق ترشيش، بحب أقوله على عكس ما قال أحدهم عندما زار زحلي، المتابعة بهذا الموضوع كانت تتم من قبل نواب زحلي ككل، وكمان مع الوزير وردي، إن كان مع وزير الأشغال العامة ولا مع وزارة المالية اللي كانت متوقفة فيها لحوالي لجزء طريق زحلي. هيدي للأسف انقرت المصاري بقلب ال 61 مليار بسلفة الخزينة انعطت لوزارة الأشغال سابقا، ولكن تم تحويل المال وصرفه بغير مكان. اللي بحب طمن الكل بالكم عليه من بعد المتابعة هذا الأسبوع تم تحويل المبلغ من قبل وزارة المالية بعد ما مضى وزير المال مشكورا، وتم التواصل بين وزارة الأشغال والمتعهد بهذه الطريق، وهلا فيني اقول لكم مضبوط سيبدأ العمل قريبا لأنه انعطى المتعهد المباشرة من قبل الوزارة، وهون نشكر وزير الأشغال. لفتني شغله، نعم. تم تحويل المال وصرفه بغير مكان، وضح للناس وين؟ لأنه للأسف صار في ضغوطات سياسية مثل ما بنعرف، مثل ما احد المواطنين مثل اللي هو المبلغ ال 61 مليار كانت تضم عدد كبير من طب مين اخذ هالمصاري؟ هيدي ال 61 رح اقول، بس خليني افصل بين اثنين. 61 مليار انصرفت على مشاريع كثير ضمن المشاريع الدوريه اللي بتقوم فيها او الموجوده البنيويه او النائيه بقبل وزاره الاشغال. لم نعرف انه كان في بعض الاموال اللي موجوده، ولكن للاسف تم تحويلها الى غير مشاريع لاسباب والله اخرى، ما بعرف صار في ضغوطات سياسيه، صار في غيره. مين اخذوا؟ راحوا لا انصرفوا على مشاريع اخرى، يعني على معتبر اولويات اكثر من المشاريع، ولا تحفظوا عنه؟ لا نحن كنا بنتمنى انه بدل ما نأخر اكثر واكثر، خاصه انه النصف الاول من الطريق الذي بما يسمى بطريق ظهور زحلي ظهور شوية ترشيش، يعني وصل لترشيش وقت الطريق، كنا نتمنى انه كان يتنفذ بنفس الوقت. للاسف صار في الاشكال التمويل لهالجزء الثاني، وهلا فيني طمن انه صار التمويل ووصلنا له. النقطة الثانية طريق زحلي رياء، أنا بكل صراحة مرة سئلت ليش عزفت عن الترشح للانتخابات. واحدة من الأشياء قلت لهم في جورة على طريق زحلي رياء صرنا نشتغل عليها ما يسمى بطريق الحمراء بلازا التعاضد كذا سنة، لحتى هيدي الطريق اللي معمول فيها الاستملاكات والمطلوب يكون في لها تمويل لحتى يتم تنفيذها وتأهيل هذه الطريق، إن كان من بنية تحتية ولا إضاءة ولا تسفيد كامل. تأجيل للأسف تم رمي الكرة من مطرح لمطرح. كان موكل فيها مجلس البناء والأعمار، رجع بتشرين الثاني سنة 2012 بقرار بمجلس الوزراء استعيد إدارة هذا الطريق من مجلس الأعمار، وفي إشكال بهذا الموضوع عم نشتغل عليه. فإذا قلت وقتها واحنا شو عزفت على الترشيح إنه إذا مش عم نقدر لضغوط شو ما كانت الأسباب. هلا إذا ضبطت الجورة بترجع ضبطت الجورة، مش الجورة هي مش جورة، هي طريق 7 كيلومتر كلفتها حوالي 22 مليار ليرة. المفروض تتأمن لأن شريان حيوي للبقاع الأوسط إنه نوصل له. يعني هلا إذا ضبطت هالطريق نعم بترجع تترشح للانتخابات؟ لا، موضوع الترشح للانتخابات أبعد من هيك. أنا أؤمن عم رجعك للنقطة اللي أنت قلتها. أؤمن بتداول السلطة، وأؤمن أنه يمكن في غيري أحسن مني في يخدم خلينا بس النقطة الثالثة إذا فهماني البلدية زحلي. نحن نتأسف انه يكون عم بوافق مع الاستاذ انطوان، لانه بالفعل الوضع يرسى له بإدارة البلدية. اليوم من وقت صار خط الأستونيين وتفجير كنيسة السيدي في موضوع الكاميرايات اللي لازم كانوا ينحطوا بمدينة زحلي لحتى نتفادى أي إشكالات، وعلى الأقل يكون في حركات وقائية، بغض النظر أنه مش عم بيصير في أشياء أنمائية، ولكن في عطول أنه كلفتهم كبيرة. أنا اللي بحب أقول له إياه لرئيس بلدية زحلي اللي هو قرابتي وإن شاء الله يكون عم بيسمعني، انه كلفوا ال 45 كاميرا مع تجهيزاتهم مع اجهزه المراقبه الاساسيات اللي قادرين يضبطوا كل منطقه الحزميه تحت ال 200 مليون ليره، وانعملوا من قبل شركه معروفه عالميا.
انا التمني انه فلتبادر بلديه زحله باسرع وقت ممكن، على الاقل اذا ما عندها تعرف تعمل مشاريع انمائيه تركي المصاري لغير اسباب، ما بعرف ليش مضبوبه المصاري لان مع مليارات الليرات المضبوبه بلديه زحله. ما فيكم تحسبوها كنواب؟ نحن فينا نحكي بس ما عندنا الحقيقه المساءله بالسلطه البلديه ترجع لوزاره الداخليه، ليست ما فيكم تقدموا مذكره طلبات؟ صار نحكي بالموضوع كذا مره. القصه بايد الوزير شربي، القصه بايد البلديه، معلش القصه بايد رئيس البلديه انه فليبادر. عم بيسمع اكيد اللي عم بينحكى بمدينه زحله، في كثير اشياء نحن نملين عليها كنواب هي مسؤوليه مباشره للبلديات، فلتبادر البلديات خاصه اللي مع مصاري وعلى راس بلديه زحله مع مصاري للعمل على اشياء انمائيه وبشكل خاص باسرع وقت ممكن تركيب الكاميريات المراقبه ووصلها بغرفه العمليات بالسرايا لحتى نقدر على الاقل نساهم مع القوى الامنيه للمحافظه على الامن بطريقه اخرى. ناخذ كمان اتصال. الو، قطع الخط. استاذ جوزيف عم طول كثير انا بخزوني محقون كثير خصوصا بقصه زحله. لا الاسئله موضوعيه ومفروض نجاوب عليها كمان بطريقه موضوعيه. طيب استاذ جوزيف ب5 دقائق بعد عنا الناس كمان خليني احكيها بالمشابرح مثل ما بنقول باللبناني، بالمناطق المسيحيه كمان خايفين. استهدفت مناطق شيعيه، استهدفت مناطق سنيه، استهدافات لمناطق مسيحيه خايفين عليها، يعني خصوصا المناطق المسيحيه متداخله سياسيا. اول شيء الارهاب واللي عم بيصير ما بيعرف دين، بعيد عن ربه، بعيد عن اي ديانات سماويه، بعيد عن اي خلقيات وانسانيات. من يعمل هذه الاعمال اكيد مأفلس اخلاقيا وخلقيا. فاذا اي منطقه مستهدفه اليوم برايي من يحاول الايقاع بالشعب اللبناني للوصول الى تنازعات طائفيه او مذهبيه كان بين السنه والشيعه ولا بين المسيحيه والاسلام ولا بين اي فئه اخرى، هذا بالنتيجه كله من ينوي الشر مش فارقه معه كيف بيتفاعل. هذا حكي حلو كثير، بس شو بطمن اللبنانيه على امن على اليوم مدارس كل شيء عم نقوله شيء حاله رعب بين الناس. اكيد نحن اللي عم نقوله انه اليوم خلينا نتعاضد اكثر واكثر كلبنانيين، خلينا نكون كلنا واعيين مثل ما عم بيصير، بالرغم من انه مزبوط في كثير عم يتم الاستشباه بكثير من العبوات ولا سيارات ولا غيره اللي عم بيصير، بالرغم انه متعب جدا وعم بيخلق اكيد حالات قلق وعم بيأثر على الدورة اليومية للحياة عند المواطنين. ولكن هالموضوع لما يستشبه باي شيء نعلن عنه، وعم بتقوم يعني مشكوره القوى الامنيه والجيش اللبناني يعني عم بيقوموا فيه بهذا الاطار. وعلى عمل مشان هيك التنسيق جيد جدا بين القوى الامنيه وعناصر انضباط بحزب الله بالضاحيه وعناصر الامن بحزب الله تعملوا نوع من الحمايه الذاتيه للناس. هيدي ما فيش مرقع حسابي طولي هيدي ما عم مرقع هذا الواقع. لا الواقع انه لما نوصل لامن ذاتي ونقول انه نحن بدنا نعمل امن ذاتي، انتم سميتوا هن ما قالوا تدابير وقائيه. تدابير وقائيه عم بيقوم فيها كل مواطن، وقال له لك المواطن محمول بارودتك ونزال على الساحه ومحمول حاجز. معناتها مثل ما عم نضرب بعرض الحائط بمقررات مجلس الحوار بجلسات الحوار، مثل ما ضربنا بعرض الحائط اي مقررات اخرى لما نقرر ان احنا ناخذ قرارات للدخول على الحرب بسوريا، مثل ما ناخذ اي قرارات ونقول انه نحن بنعمل اللي بدنا اياه وانتم دبروا حالكم، واذا عملتوا هالشيء بيطلع حاله تفجيريه اذا قلبتوا حكومه بلانا. هيدي كلها للاسف لازم يكون في رجوع للذات الجماعيه بهذا الاطار، وكل واحد منا يفكر كفئات لبنانيه وكاشخاص انه يا جماعه هل بدنا وطن؟ اذا نوايا سليمه كله بينحل، لانه في جهوزيه منا كلنا لحتى نلاقي حزب الله عند العوده الى كنف هذا الوطن، وهذا النداء والمناشده اللي عم نطلبها، لانه اذا ما رجعنا لا خير لا لنا ولا لنا ولا للمنطقه ولا للعرب ولا لايران. ورد هلا انه روسيا تجلي رعاياها من سوريا. سؤال اخير، اقتربت الضربه؟ اكيد انا بعتقد الضربه اسرع ما متوقعين. 35 هدف اللي حددون الاعلام حددوا الاعلام ممكن يكونوا هن المستهدفين ولا الامريكان؟ ما بعرف الحقيقه ما بعرف السياسي. اول شيء الضربه هي يمكن لحتى تخلق نوع من تحذير قوي كثير للنظام السوري. ما بعتقد تهدف الضربه للقضاء على النظام السوري. لو بدأ امريكا وغيرها يقضوا على النظام السوري ما كانوا بعدهم ناطرين اليوم لحتى يسلحوا المعارضه وخاصه الجيش الحر، لانه كل شيء وما سلحوا الجيش الحر عم بيساعدوا على استمرار هذه الحاله الدمويه المؤلمه بسوريا، وعم بيساعدوا اكثر على استمرار النظام، وعم بيساعدوا على خلق الحلقات التكفيريه اللي عم نسميها تكفيريه موجوده بسوريا. هيك ضربه بسوريا بتضعف النظام ولا بتقضي على النظام؟
لا ما بعرف إذا تقضي على النظام. هيك ضربة عسكرية بعتقد تحد من القدرات العسكرية للنظام السوري، ومعناتها تستمر الحرب على الأرض إلى أن يكون هناك رابح وخاسر. إن شاء الله نوصل بأسرع وقت لحل لهالوضع، لأنه استمرار القتل اللي عم بيصير والإجرام اللي عم بيصير بسوريا مرفوض، ضد جرائم، وصلنا لجرائم إبادة ضد الإنسانية. الأمل أنه على الأقل إذا نهتم وضع حد القوة الجوية بهالضربات تساهم في الوصول إلى نتيجة نهائية بانتظار الثورة بكل بساطة برأيي. استاذ جوزيف، نحن بنشكرك لحضورك للبنان رغم من طبعا المخاطر الامنيه، يعطيك العافيه، وعلى امل نرجع نلتقي معك بحلقات جديده. ميرسي لروني الزيادي ولسيدي مخلوف. الى اللقاء بكره 8:15 صباحا بتوقيت بيروت مع كل مواطن سياسي. يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا لاستضافتي. كل مواطن سياسي.